السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين يا رب كلنا نواجه الحياة. ان شاء الله هنكمل مع بعض السلسلة اللي احنا ابتديناها بتاعت الاوبجكت اورينتد، والنهاردة هنكمل وهنتكلم عن مصطلحات مهمة، ويعتبر الفيديو ده هو الاساس بتاع الجاي. وزي ما اتفقت معاكم ان احنا دي هتبقى كونسبت موجودة في كل لغات البرمجة ايا كان اللغة اللي انت جاي منها ايه. انت مجرد ما تفهم الكونسبت ممكن تطبقه باي لغة عادي جدا. في خلال الدورة دي يعني هنتكلم عن الاوبجكت اورينتد بلغة دارت، ولكن انا ان شاء الله في كل فيديو هقول لكم ايه اللي موجود في دارت بس سبيشال عن باقي اللغات التانية، وايه اللي موجود في اللغات التانية، علشان يعني ما كنتش بتوهكم برضو لو انتوا جايين من لغة تانية، وان شاء الله ما نتوهش يعني سوا. في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن ان انا دلوقتي عندي ابطال خارقين، فاكرين؟ لما قلنا باتمان. لو انتوا ما اتفرجتوش على الفيديو اللي فات لو سمحتوا نروح الاول نتفرج على الفيديو اللي فات. المهم ان انا دلوقتي عندي ابطال خارقين. كان عندي مثلا سبايدر مان، وسبايدر مان ده كان ليه مثلا 3 variables بتوعه، اللي هما زي مثلا ايه: اسمه، لون البدلة بتاعته، النيم بتاعه. فلنفترض ان بقى عشان مش قادرة اكتب الصراحة، لون البدلة بتاعته حرف السين، زوروني بقى. مثلا القوة الخارقة بتاعته هنفترض بي باور. فانا قلت لكم طب دلوقتي لو عملنا كائن جديد، لو عملنا بطل خارق جديد، لو انا قلت لك دلوقتي انت هتاخد الكود وتزود عليه بطل خارق جديد، فمين البطل الخارق الجديد؟ فلنفترض مثلا باتمان. ادي باتمان، هنروح برضو نعمل له 3 variables: النيم بتاعه وقلنا مش فاكرة السي دي كانت ايه السي دي ما علينا، النيم بتاعه والقوة الخارقة ومثلا السرعة بتاعته. فبرضو عملنا نفس الثري variables تاني. طب قلتلك لو بقى في بطل خارق جديد هنعمل ايه؟ هنعمل تاني نفس الثري variables: النيم والقوة الخارقة بتاعته ولون البدلة مثلا بتاعته، الكالر، افتكرت الكالر، لون البدلة بتاعته. طب لو في بطل خارق جديد اخترعناه، برضو هيبقى لون البدلة بتاعته والنيم والباور. يبقى انا كده عمال بعمل ايه؟ عمال بعيد نفس الموضوع بنفس الثري variables بالظبط. طب انا كده اول مشكلة مقابلاني ان انا عمال بعيد كود، وده طبعا غلط. تاني مشكلة مقابلاني انا، فلنفترض دلوقتي ان دول اتجوزوا، يعني فلنفترض دلوقتي ان سبايدر مان اتجوز البنت اللي كان بيحبها في الاخر. هنزود variable جديد: اسم مراته مثلا. طب وباتمان اكيد هيتجوزوا كمان بقى، يعني بيغيروا من بعض، فهنزود variable جديد. بيتر بان هنزود variable جديد، هنزود variable جديد. انتوا عارفين عمالة بعمل ايه؟ عمالة بروح على كل حتة في الكود اعدل فيها وازود فيها من تاني. طيب لو قلتلك بقى ان الافضل ان انا اعمل حاجة تضم كل دول، يعني اعمل كده بقى كائن اسمه البطل الخارق. هو ده البطل الخارق، مش قادرة اكتبها. وابتدي ان انا اعمل فيها الفاريبلز، الثري فاريبلز الاساسيين بتوعي. ايه اللي هيحصل؟ في كل مره هعمل بطل خارق جديد هستدعي الثري فاريبلز دول، بس هديلهم قيم بس كده. دي اول حاجه، ما قعدتش بناء الكود بتاعي. تاني حاجه هي ان انا لو زودت دلوقتي فاريبل اسم زوجته بقى اهو، هزوده هنا بس، وهروح هناك اديله قيم بس، مش هروح هنا ازود تاني في الكود. وده مجرد اكزامبل بسيط قوي ان انا بزود فاريبل واحد بس. لكن لو انا بزود بقى كود كبير، ايه اللي هيحصل؟ الكود هيكبر مني قوي. يبقى انا دلوقتي عندي مشكلتين اتحلوا: اول حاجه ان انا ما قعدتش بناء الكود من تاني. تاني حاجه ان انا سهلت على نفسي، يعني خلاص الموضوع بقى ريوزبل جدا، بقى ان انا اعيد الاستخدام بتاعه، وان انا باخد منه اوبجكتس كتيره، عماله انشئ منه كائن بيتر بان، وكائن، انا كنت بحب بيتر بان قوي، المهم، وكائن باتمان، وكائن سبايدر مان. فدي مشكلتين. تالت مشكله بقى ان الكود بتاعي كان عمال بيكبر. يعني انا هنا كنت عمال بعمل ايه؟ الفويد مين بتاعتي مثلا اهي، فنفترض ان الام دي هي الفويد مين، فانا كنت عماله اكتب الكود ده والكود ده والكود ده والكود ده كلهم كده تحت بعض، والكود بتاعي كان هيوصل ل 300 ألف سطر. لكن هنا أنا ممكن أنشئ كلاس، يعني فايل كده لوحده أسميه البطل الخارق.
ادي البطل. ادي البطل الخارق. ممكن بقى ساعتها ان انا ازود بقى فيه الفاريبلز زي ما احنا اتفقنا. فاحنا كده بشكل عام فهمنا ايه الفايده من ان انا اصلا استخدم الكلاس بتاعي، ان الكود بتاعي يكون ريوزبل اكتر، منظم اكتر، مش هكرر فيه الكود ده. دي الحاجات الاساسيه الفايده من الكلاس بتاعي. طيب تعالوا بقى، انا كسلت اشيل البتاع دي، شكلها عجبني الصراحه. المهم تعالوا بقى نتكلم اكتر عن الكلاس. بس الاول تعالوا اقول لكم ستوري كده بسيطه، او اقول لكم عن حاجه بسيطه وبعد كده ندخل في الستوري. دلوقتي لو انا مثلا عندي عربيه، يا رب نعرف نرسم عربيه، دي العربيه ودي الكاوتشات. نفس المثال ده بقى على العربيه. فنفترض دلوقتي ان انا عندي عربيه، اعذروني بس على الرسمه. العربيه بيبقى ليها ستراكشر واحد، يعني هي بتدخل بيعملوا مثلا المرسيدس مثلا او ايا كان اي نوع العربيه، هي ليها ستراكشر واحد. احنا كلنا عارفين كل انواع العربيات هم هتلاقيهم ليهم ديركسيون والكاوتشات بتاعتها، ومثلا مرايه من هنا ومرايه من هنا، هي ستراكشر واحد بس. وبعدين كل مره بقى هبتدي ان انا اقول له والله لا، اديلها مثلا سرعه مختلفه، اديلها مثلا الكاوتشات نوعها يبقى مختلف، الدركسيون نوعه يبقى مختلف كذا. ولكن في الاول وفي الاخر هي نفس الاستراكشر بتاع العربيه، وببتدي ان انا اديلها قيم مختلفه، هو ده اللي بيختلف بس. كذلك في التليفونات، الايفون مثلا من يوم ما اتعمل هو نفس الشكل، نغير بس في ايه، في البروسيسور، نغير في الفريم بتاعه اخليه ارفع، نغير في الكاميرتين نخليهم 3 كاميرات كده، يعني بنديله بس شويه فاريبل. طيب اخر اكزامبل بقى علشان منه وندخل على طول بالمصطلحات بتاعتنا للكود ان شاء الله. الفيديو بتاع النهارده هيكون لذيذ، يعني ما فيهوش حاجات كتير ان شاء الله. طيب عندنا دلوقتي، فلنفترض ان ربنا فتح عليك مثلا وفتحت مصنع كفته. انا معرفش ليه هنضرب مثال بالكفته، بس ممكن عشان انا جعانه او يعني بحب اكل الكفته، بس ما علينا. فنفترض ان انت هتعمل كفته، والكفته دي مثلا هيبقى ليها طعم جذاب كده وجميل، وبتعملها لنا على الفحم او لا، حسب ما الناس بتحب. المهم ادي المصنع بتاعك، مصنع بتاعك كفته. فهتبتدي مثلا تحط اساسيات كده زي العربيه زي التليفون، هتحط اساسيات. والله العربيه مثلا كان ليها دريكسيون وليها كاوتشات، ليها فرامل، بنزين، بتحط لها بنزين ولا لا كده. فانا برضو هحط للكفته بتاعتي اساسيات. فنفترض مثلا ان الاساسيات بتاعتي دي مثلا السايز بتاع الكفته، صباع تخين، صباع رفيع، ايا كان بقى. ممكن التايب بتاعها مشوية على الفحم او لا عاديه، كفته عاديه على حسب اللي انتوا بتحبوه، برضو انا بحبها على الفحم. او غير السايز والتايب بتاعها، ممكن مثلا الفليفر اللي انت بتحطها، ممكن مثلا تحط نكهه عليها او ما تحطش نكهه عليها، او ممكن تبقى سبايسي ممكن ما تبقاش سبايسي كده يعني. فانا كده والله عملت لك صباع كفته اهو. انت بقى هتبتدي تغير في الحجم على حسب اللي بيطلب، على حسب كل زبون ليه رأيه، والزبون ده يعني على حق. المهم ممكن تحط له السايز، ممكن تحط له التايب بتاعه، ممكن تحط له الفليفر على حسب الكلاينت بتاعك هيطلب ايه. فادي المصنع بتاعك. زوروني بقى على ايه الخط، بس انا الصراحة يعني عايزة ننجز. وبعدين المصنع بتاعك ده يبتدي ان هو حط خلاص الاستراكشر بتاع الكفتة، او حط الاستراكشر بتاع العربية، او حط الاستراكشر بتاع التليفون، ايا كان بقى. وبعدين هنوديه للمطبخ بقى. ادي المطبخ بتاع اللي هو بقى هيبتدي ان هو يصنع لك فعلا اللي هيطلب منه. المطبخ ده وفيه هنا شيف، تعالوا بس نغير اللون خليه احمر. مين اللي اتفرج على الشيف اللي هو كان فيه فار من فوق ده؟ بحب الكرتون ده اوي، من اسمه رجويني تقريبا. المهم ادي الشيب بتاعنا اهو، حطوا له عيون. ماشي ادي الشيب بتاعنا. الشيب بتاعنا ده بقى هو اللي هيصنع الكفتة. طب هيصنعها بناء على ايه؟ هيصنعها بناء على اللي هيطلب منه. ده بقى الاوردر او كلاينت.
الاوردر اهو. دي الكفتايه اللي هتطلع لنا في الاخر بناء على الاوردر اللي هيطلب. طيب يبقى احنا كده بقى عندنا ايه؟ المصنع حط ستراكشر للتليفون او حط ستراكشر ثابت للعربيه او للكفتايه اللي هي تتعمل دي، وهنبتدي بقى توديها المطبخ تغير في السايز بتاعها والتايب بتاعها والفليفر، ايا كان بقى ايه الفاريبلز اللي انت هتديها لها بناء على الاوردر ده. تمام. طيب هنقول بقى شويه مصطلحات كده سوا. انا هعمل كلاس للعربيه او كلاس للكائن الخارق، هو ده اللي مبني عليه الاستراكشر لما احنا كنا بنقول من شويه، لما اديناله النيم والكالر بتاع البدله والباور بتاعته او القوه الخارقه بتاعته. فيبقى هو ده الاستراكشر او هو ده الحاجه الاساسيه اللي هبتدي اخد منها اوبجكتس، اللي هبتدي اخد منها كائنات تانية او هنشئ منها كائنات تانية. بطل الخارق هننشئ منه ايه؟ بيتر بان، وهننشئ منه سبايدر مان، وهننشئ منه باتمان. برضو هنا الكفتاية دي هننشئ منها كفتة السايز بتاعها اقل، السايز بتاعها اكبر. المهم عندي ستراكشر معين هبتدي ان انا انشئ منه كائنات تانية. ف ده بمثابة ايه؟ ده بمثابة الكلاس بتاعي، هو ده الكلاس. طيب والاوردر ده هو الاوبجكت بتاعي. انا معرفش ليه مش بستخدم التكست، انا ممكن نستخدمه عادي. استنى، مش تكتب ليه؟ متوضحناش بقى. ايه دي الاوبجكت؟ ممكن انا بكتب عربي. خلاص احنا هنرجع تاني هنرجع تاني نرسم. ادي الاوبجكت بتاعي، خدت كائن منه او خدت انستنس منه. طيب مين بقى الطاهي او مين اللي بيعمل لنا الموضوع ده؟ او الميكانيكيين اللي كانوا لو هنصنع عربية، او لا مفيش حاجة بقى في الابطال الخارقين. المهم مين الطاهي ده؟ الطاهي ده بمثابة حاجة اسمها كونستراكتور. كونستراكتور، لا انا كده هتشل بقى. كونستراكتور يا جماعة وخلاص. المهم طيب يعني انا دلوقتي اقدر ان انا بنفس الاستراكشر ده انشئ مليون حاجه تانية بعده. ما انا قلت لك ان انت بطل خارق واحد، كائن واحد، ممكن نعمل مثلا كلاس اسمه انيمال وننشئ منه مليون اوبجكت تاني، مليون كائن تاني، الاسد والزرافه والفيل وما الى ذلك. خلاص، وكل واحد بقى بخصائصه المختلفه، ولكن كلهم يشتركوا ان هما بالنسبه لي حيوان، يعني كلهم بالنسبه لي تبع الكلاس بتاع الانيمال. والانيمال ده هيبدا يخرج منه كائنات، الفيلة والزرافات والقطط والكلاب وما إلى ذلك. برضو هنا الكلاس بتاع الكفتة ده نبدأ بقى ننشئ منه كفتة رفيعة، كفتة تخينة، كفتة مشوية على الفحم، كفتة بنكهة كذا، كفتة بنكهة كذا وما إلى ذلك. مين بقى اللي بيعمل لي؟ يعني في مرحلة كده في النص احنا قلنا عليها المطبخ أو قلنا عليها الطاهي، قلنا اسمها في البرمجة عندنا هي الكونستراكتور. مين بقى اللي بيعمل لي الأوبجكت ده؟ اسمه كونستراكتور. الكونستراكتور ده بيتم تنفيذه، يعني هو اللي بينشئ لي، هو اللي بيعمل لي الاوبجكت. يبقى بيتنفذ امتى؟ يعني الطاهي ده هو اللي بيعمل لي كفتايه. يبقى امتى انا بنفذ الطاهي ده او امتى الطاهي ده بيشتغل؟ لما اقول انا عايزه كفتايه. يبقى لما اعمل اوبجكت، هو اصلا هو مين اللي بيعمل لي الكفتايه؟ الطاهي. يبقى هو الكونستراكتور ده اصلا لما نيجي معناها حتى بالعربي هو المنشئ. فالكونستراكتور هو اللي بينشئ لي الاوبجكت وبيتنفذ لما اعمل اوبجكت. تمام. طيب انا هقول النهارده عن نوعين بس صغننين من الكونستراكتور، وان شاء الله المره الجايه هنتعمق اكتر في انواع الكونستراكتورز. بصوا انا مش عارفه مش هتطلع ليه، بس يعني ده في دارت الانواع بتاعه الكونستراكتورز. واحنا النهارده هنبتدي باول نوعين ومش كاملين كمان، يعني انا بس ايه عشان ناخد بس نبذه بسيطه، والمره الجايه هنكمل على باقي الانواع ان شاء الله. بس انا دايما عايزاكم طول ما انتوا بتتابعوا لازم تدخلوا على الدوكيمنت
دايما اي كورس بقى سواء نهال او غيرها، اصل احنا مش هنديلك مهما كان الكورس مش هيديلك كل حاجه، فانت لازم تدخل على الدوكيومنتيشن وتقرا وتغذي نفسك بمعلومات اكتر من اللي موجود. احنا مجرد بنديلك نبذات وانت بقى تريسيرش اكتر، بس ان شاء الله انا مش هديلك نبذات يعني. المهم ان بحب اشكر في نفسي زياده. الكونستراكتورز ليه انواع في دارت، بس اشهرهم الجنريتيف كونستراكتورز. الجنريتيف كونستراكتورز ده هتلاقيه في اللغات التانية اسمه parameterized constructor، ده اللي بنديله variables، هنفهم سوا دلوقتي اصبروا. وعندنا الديفولت كونستراكتور ده احنا مش بنحتاج ان احنا نعرفه اصلا، في انواع تانية ولكن دول عامين اكتر، فاحنا هنتكلم عنهم النهارده بس مش بالديتيلز يعني. وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن باقي الأنواع اللي موجودة عندنا. أنا كاتبالكوا اوريدي الكود علشان الدنيا تكون بسيطة يعني وواضحة على طول. أول حاجة هنعمل كلاس اسمه كفتة، بس كده، ادي بكتب كلمة كلاس وكفتة. طيب عايزاكوا تعرفوا ان انت اول حرف من الكلاس بيبقى كابيتال، واول حرف من الفاريبل بيبقى سمول، ولو بتعمل ميثود بيبقى اول حرف منها سمول، يعني مثلا زي الميثود بتاعت describe دي، لو هقول مثلا describe الكفتة هتبقى ايه describe اول حرف منها سمول وبعد كده كابيتال كفتة. سوري، دي حاجات بس كده فرعية. ليه؟ لان دي كامل كيس، اسمها كامل كيس. نرجع تاني بقى، يبقى الكلاس عندنا اول حرف منه بيبقى كابيتال، سميته عادي اي مسمى كفتة، وبعدين ابتديت ان انا اعرف جواه variables التايب مثلا واديته قيمة ان هي تبقى كفتة عادية، وسترينج السايز ان هي متوسطة، ممكن تبقى انتجر عادي، انت حر، دي variables انت بتعرفها، انت جايلي عارف اساسيات البرمجة فانت عارف ازاي بنعرف الفاريبلز، عرفتها عادي جدا واديت لها قيمة افتراضية، واديت string الفليفر مثلا طعم عادي خلاص. وعملت ميثود جوه الكلاس ده اسمها describe. الميثود دي ما بتعملش اي حاجة خالص غير ان هي بتبرنت كلمة نوع الكفتة، وعلشان تجيب القيمة بتاعة الفاريبل ده بتحط بس علامة الساين دولار دي، وبعد كده التايب، وبعد كده الحجم، وبعد كده السايز، وبعد كده الطعم، وبعد كده الفليفر، القيمة بتاعة الطعم بتاعي ده. وفي الفويد مين طبعا احنا عندنا البرنامج بتاعنا بيبتدي من اول الفويد مين. طيب ازاي بقى انشئ اوبجكت من الكلاس ده؟ احنا اتفقنا علشان ننشئ اوبجكت من الكلاس بنروح نعمل ايه؟ الكونستراكتور هو اللي بيروح يعمل لي الاوبجكت. طب فين الكونستراكتور بتاعنا هنا؟ اول نوع معانا هو الديفولت كونستراكتور. والديفولت كونستراكتور ده مش بحتاج ان انا اكتبه. يعني ايه مش بحتاج ان انا اكتبه؟ يعني هو بيبقى already by default معمول اصلا في اللغة. طب لو هو مش معمول هيتعمل ازاي؟ يعني لو انا عايز بقى اكتبه هتكتبه كده بس، ادي كفتة بس كده، هو كده يبقى الكونستراكتور. طب الكونستراكتور ده بيتعرف ازاي؟ اولا بيبقى اسمه نفس اسم الكلاس، وطبعا بيبقى حرف كابيتال لان هو يعني هو نفس اسم الكلاس. الديفولت كونستراكتور بيبقى كده، ما بياخدش هنا جواه باراميترز ولا اي حاجه، بس لو انا شلته هيتنفذ، طب لو انا حطيته هيتنفذ. ديفولت كونستراكتور بيتعمل منه لنفسه. طيب احنا اتفقنا ان الكونستراكتور اصلا بيبتدي ان هو يتنفذ امتى؟ لما انشئ اوبجكت، وهو اصلا اللي بيعمل لي الاوبجكت. وانا قلت لك ان الديفولت ده كده كده هو بيتعمل منه لنفسه اول ما تنشئ الكلاس. يعني اول ما انشئ اوبجكت هيروح يستدعي، لو ما لقاش الانواع التانية من الكونستراكتورز بيروح يستدعي الديفولت كونستراكتور ده اللي هو اوريدي موجود اصلا من غير ما انا اعمله. خلاص. ازاي بننشئ اوبجكت؟ اول حاجه بجيب اسم الكلاس ده اهو، وبعدين بسمي اي اسم، انا قلت له مثلا كفته 1، وبعد كده بتاخد اوبجكت بقى، يعني كده انا انشأت الاوبجكت بتاعي، خدت الاسم بتاع الكلاس ده والقوسين دول، كده انا عملت اوبجكت. الاوبجكت ده هيعمل ايه؟ كده انا انشأت اوبجكت في الكفته واحد ده. تمام. الكفتة دي هتعمل ايه؟ كده انا عملت اوبجكت صح، يعني عملت كائن ده بقى في كفتة واحد، الفاريبل اللي هو كفتة واحد ده. المهم الاوبجكت ده هيروح يعمل ايه؟ هيروح للكلاس
يشوف الكونستراكتورز الموجوده. اصلا هو كده ديفولت كونستراكتور، هيروح للديفولت كونستراكتور، احنا مش محتاجين ان احنا نعرفه اصلا. فهيبتدي ان الديفولت كونستراكتور ده ينشأ الاوبجكت ده، لان الديفولت او هينفذ الديفولت كونستراكتور. زي ما احنا قلنا الطاهي بيبدأ ينفذ الكفتة لما نعمل اوبجكت. وبعدين جبت الكفتة واحد اللي هو بقى خلاص بقى اوبجكت عندي، بقى كائن عندي. يعني مثلا جبت بيتر بان او جبت سبايدر مان، وبعدين سبايدر مان ده جبته دوت. بص بقى انا دلوقتي بقيت اوبجكت، يعني بقيت كائن من الكلاس ده. يعني بيتر بان ده بقى جواه اللي في الكلاس ده. فاستدعيت من الاوبجكت ده اللي هو بقى كفتة واحد، استدعيت منه الميثود اللي جوه الكلاس اللي هي اسمها describe. الميثود دي فيها ايه؟ فيها بتبرنت بس. طيب يعني انا دلوقتي من غير ما اعمل كونستراكتور الاوبجكت ده هيتعمل لي، هينشأ. ليه؟ لان في ديفولت كونستراكتور مش محتاج ان انا اعمله. طيب تعالوا نرن ونشوف. المفروض دلوقتي ان كفتة واحد دي اللي هي انشأت اوبجكت هتروح للديفولت كونستراكتور تنفذه فينشئ لي اوبجكت، وبعدين هتروح اللاين اللي بعده كفتة واحد اهو بقى اوبجكت من الكلاس، يعني بقى كائن من الكلاس. هيروح يستدعي الميثود بتاعت الديسكرايب دي ويبرنت لي دي. فتعالوا نشوف. ادي هيدخل على المين كفتة واحد، الاوبجكت اهو دخل وقام عامل طعم عادي. نوع الكفتة الطعم الفليفر طعم عادي، الطعم طعم عادي، وبعد كده الحجم متوسطة، نفس الحاجات اللي احنا مديناها له هنا. ونوع كفتة كفتة عادية. طب هو انا ممكن اكتبه بايدي؟ ممكن تكتبه بايدك عادي جدا اهو. تعالوا نعمل ران تاني، برضو نفس الكلام. يعني الديفولت كونستراكتور مش شرط ان انا اكتبه بايدي. طب انا ممكن علشان اتاكد برضو معلش ممكن اعمل جواه حاجه. طالما انت مش هتديله هنا variables هو كده برضو ديفولت كونستراكتور، بس هبرنت بس جواه الجمله دي عشان نتاكد. طيب يلا بينا. بصوا طبع لي ايه؟ مصنع الكفته اشتغل وصنع كفته جديده. يعني ايه صنع كفته جديده؟ يعني مصنع كفته اشتغل، يعني الديفولت كونستراكتور ده اللي هو اصلا في الاول الشيف بتاعنا، الشيف اشتغل وعمل لك كفتة جديده اللي هو الاوبجكت ده. بس كده. وبعدين دخل بقى اللاين اللي بعده. بص هو كده عمل ايه؟ انا كده جيت هنا عملت اوبجكت. مين اللي عملها؟ الكونستراكتور ده. انا بقول له اهو اعمل لي اوبجكت. مين اللي هيروح يعملها؟ الديفولت كونستراكتور. طب الديفولت كونستراكتور ده اتندى عليه؟ ندى عليه بأمارة ان هو عمل لي برنت للجمله دي. ما هو اصلا اللي هيعمل لك الكفتايه. فالكفتايه خلاص اتعملت. دي كفته واحد دي خلاص اتعملت، بقت اوبجكت خلاص من الكلاس. هروح بقى استدعي من الكلاس بتاعي اي حاجه. فانا استدعيت منه الفويد ديسكرايب دي، وبالفعل استدعت فعلا وجابت لي القيم دي. طيب تعالوا بقى نعمل. انا طبعا ممكن ان انا اشيل ده كده عشان بقى نوفر على نفسنا ونعمل فايل جديد اسمه مثلا كفته كلاس. بصوا بقى، بصوا الفايل اسمه ايه؟ كفته كلاس. الكي بتاعتي سمول، وبعد كده لو عايز كل الفايل بيبقى كله سمول. وبعد كده عايز اكتب كلمة كلاس او عايز اكتب مثلا كفتة سبايسي، عايز اكتب كفتة اي حاجة، بعمل سلاش من تحت، قصدي اندرلاين من تحت، والاسم اللي بعده. تعالوا بقى نشوف الكلاس ده. ناخد ده كده كوبي، انا بس عشان اوفر عليكم وعليا الوقت. ماشي. هنيجي هنا هنعمل برضو كلاس اسمه كفتة ما فيهوش حاجة، التايب والسايز والفليفر. وبعدين انا دلوقتي بقى، طب ايه رأيك ان انا مش عايز، يعني احنا دلوقتي بقى هندخل على البارامترايزد او الجنريتيف كونستراكتور. هي اسمها باقي اللغات بارامترايزد كونستراكتور، انما في فلاتر لما فتحت الدوكيومنتيشن لقيته كاتب جنريتيف كونستراكتور. فانا دلوقتي فنفترض بقى ان انا محتاج ان انا اديله يعني هو هنا احنا فوق كنا احنا قايلين له باي ديفولت ان هي كفته عاديه ومتوسطه الحجم والطعم بتاعها عادي. فنفترض بقى والله ان انا عايز اديك انا الكفته دي نوعها ايه، الكائن بتاعي. يعني كل كفتايه هتطلع هي اللي تديلك السايز بتاعها، او كل اوبجكت هاخده منك او كل كائن هاخده منك. يعني بيتر بان، يعني مثلا لو كان الكائن ده بدل الكفته كان عندنا كلاس اسمه البطل الخارق،
فانا اديت له مثلا السرعه 200، القوه الخارقه الطيران كذا باي ديفولت، ماشي. بس انا بقى بقول له لا، ده انا عايز مثلا لما انشئ اوبجكت بدل مثلا كفته واحد ده هنسميه مثلا بيتر بان او هنسميه سبايدر مان، وابتدي بقى اديله مثلا ان السايز بتاعه مثلا 200، فاجي هنا مثلا اديله السايز 200، وبعدين اقول له والله ده مثلا لون البدله بتاعته مثلا ريد، تمام. وبعدين اقول له مثلا والله ده انا اسمي سبايدر مان، تمام. فانا عايز اديله، وبعدين انشئ واحد تاني مثلا، انشئ اهو اوبجكت تاني، ماشي، واسميه باتمان مثلا، وابتدي بقى اديله والله لا سرعتك انت 300 والبدله بتاعتك كانت بلاك واسمك باتمان. ولما يروح بقى يدسكرايب هنا، يدسكرايب كل واحد على حدة. يعني والله لو قلت له كفتة واحد او مثلا سبايدر مان دوت ديسكرايب، هيروح ساعتها يعمل ايه؟ هيلاقي ان السرعه نوع الكفته بتاعته او السرعه بتاعته 200، يطبع لي بقى ان الكالر بتاعه ريد وسبايدر مان. طب لو عايز اطبع اللي بعده، هقول له باتمان مثلا دوت ديسكرايب، تمام. انا عايزه اديله قيم مختلفه، مش عايز ان هي يبقى قيم افتراضيه وخلاص. فتعالوا تاني الاكزامبل الكفته بتاعنا، عندنا التايب والسايز والفليفر، شلت منه القيم الافتراضيه وقلت له هاخد كونستراكتور. الكونستراكتور بيبقى ايه؟ بيبقى نفس اسم الكلاس. بصوا، هو الكونستراكتور هو المنشئ بتاع الاوبجكت، وهو سبيشال ميثود او سبيشال ميثود للكلاس بتاعنا ده. يعني علشان هي بيكون ليها نفس اسم الكلاس بتاعنا ده، وبتكون كابيتال، عكس الميثودز التانية بتكون بدايتها سمول. فهو سبيشال ميثود، يعني ممكن ان احنا ننفذ فيه حاجات، بس بعدين هبتدي ان انا اقولها لكم. فقلت له this دوت التايب، this دي معناها ان التايب بتاع الكلاس ده، التايب بتاعي، السايز بتاع الكلاس ده، الفليفر بتاع الكلاس ده. وعملت جواه نفس الميثود عادي بتاعت الديسكرايب، التايب والسايز والفليفر. وجيت في الفويد مين انشأت 2 اوبجكت. اول اوبجكت ابتدى بقى ان هو ايه، ده خلي بالكوا بقى ده مش بينشأ باي ديفولت، اللي باي ديفولت ممكن ما اكتبوش وممكن اكتبه. انما هنا ما دام انا قلت له خد تايب، ما اديتليش قيمه افتراضيه. فوق كنا بنقول مثلا بتساوي 200، وهنبتدي بقى ان احنا نطبع القيم الافتراضيه دي. انما انا عايز اديله باراميتر بايدي. انتوا طبعا جايين من الميثودز، فانتوا عارفين يعني ايه باراميتر، انا ببصيله الباراميتر بتاعي ده. فعشان كده هي اصلا اسمها باراميترز كونستراكتور، او هنا في دارت اسمها جنريتيف كونستراكتور. المهم يعني ان انا بقى هبتدي ان انا ابصيله القيم دي بنفسي لكنها ميثود عادي. انا عندي التايب، هبتدي مش دي اول حاجه، هبتدي ان انا ابصلها كفته مشويه، السايز كبيره، كان ممكن ان انا اخليه دي انتجر براحتكم. الفليفر حاره وهنا لذيذه براحتكم. انشأت اول اوبجكت، طبعا ده ايه بقى؟ ده parameterized constructor او generative constructor، مش default constructor. وبعدين هنا هستدعي بالاوبجكت الاولاني الميثود بتاعت الديسكرايب، هتطبع لي، المفروض بقى تطبع لي التايب ايه؟ التايب اللي انا مديه لها اللي هو كفته مشويه والسايز كبيره والبتاع حاره. طب وكفته 2 المفروض تطبع لي برضو القيم اللي انا مديها لها ده، اللي انا مديها لها دي. طيب تعالوا نجرب اهو. بصوا عمل ايه؟ نوع كفته مشويه، اللي هو بقى عمل ايه؟ راح انشا اوبجكت من انشا اوبجكت يعني ازاي؟ راح للباراميترز كونستراكتور، انشا لي الاوبجكت ده واداله القيم دي اللي هي كفته مشويه، وان الحجم بتاعها بقى كبير والطعم حار. وراح انشا الاوبجكت التاني، وبعدين لما انا قلت له بالاوبجكت الاولاني اعمل لي نادي لي الميثود بتاعه الديسكرايب وطبع لي الحاجات دي، فطبع الحاجات الخاصه بيه. الاوبجكت التاني يطبع لي الميثود بتاعه الديسكرايب دي، طبع لي الحاجات برضو الخاصه بيه. وبس كده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله كان يبقى مفيد بالنسبه لكم. وبس كده انتظروا ان شاء الله الفيديوهات الجايه. انا مش عارفه بتعلم الكلام ولا ايه. المهم انتظروا الفيديوهات الجايه وبس. باي.